نركبوا هاد لوحة التحكم واحد يعني custom domain. فعوض أننا نبقاو ندخلوا للوحة التحكم عن طريق الIP address، فيمكن لينا نديروا واحد الcustom domain اللي غيكون واحد الحاجة أنيقة. بطبيعة الحال أنك تدخل الكونتنت طالع عن طريق واحد الcustom domain أحسن من أنك تبقى ديما تكتب هاد الIP address الطويل. فغنديرو cp مثلا dot how Arabic dot space أو اسم النطاق ديالك. بطبيعة الحال نتا غدخل الdomain ديالك أو اسم النطاق ديالك. بطبيعة الحال قبل ما نديرو save فخصنا نمشيو للDNS. تنسالينا من هاد المرحلة ديال SSL certificate. غنرجعو لDNS record، غنديرو واحد الريكورد جديدة add record. بطبيعة الحال a record بهاد الشكل، نكتبو فيها ال IP address أو هو هذا نيت. ننسخو ال IP address بهاد الشكل ونديرو save. إذن فبهاد الطريقة كنركبو يعني واحد custom domain في CloudPanel. إذن كنديرو save. إذا الآن فقط يمكننا نكتبو cp على هاد الشكل dot how arabic dot space اللي هو النطاق ديالنا، والآن يمكن لينا ندخلو للوحة التحكم الخاصة بنا. إذن login على هاد الشكل، وهذه هي لوحة التحكم ديالنا. كندخلو ليها الآن يعني عن طريق هاد الcustom domain أو هاد الsub domain cp dot اسم النطاق ديالنا عوض الIP address وحتى يعني التشفير، فالتشفير فعال. الآن هو الشكل ديالو أنيق.